الخير. النهارده هرد على السؤال اللي سالته كتير قوي، ساره ازاي نحسب سبيكه سواء كانت رقم مقفول يعني عدد جرامات 5 جرام مثلا، او كانت فيها كسور زي الانثى اللي هي 31 و10. فالنهارده هعلمكم ازاي تحسبوا ده. بس في الاول عايزه اقول ان مفيش سبيكه عيار 18، يعني مش محل مثلا في البحر سمكه قرر يعمل سبيكه اسمها في البحر سمكه، مفيش حاجه اسمها كده. السبيكه بتكون عيار 24 وبتكون من شركات معتمده ليها اسمها، وكذلك الكوين. مش عشان المحل اسمه في البحر سمكه فهو قرر يعمل سبيكه باسمه وجنيه باسمه فاحنا نروح نشتريه عشان هي عيار 18. لا، هي ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده. السبيكه بتكون عيار 24 والجنيه بيكون عيار 21، ومن 10 شركات في مصر مثلا هم اللي معتمدين، والموزعين بتوعهم اللي هو التجار اللي حضراتكم بتشتروا منهم. طيب زي ما كلنا شايفين كده النهارده 8/7 وعيار 24 عمل 3657 جنيه بالظبط. فتعالوا نقفل الرقم ده لفوق هيبقى 3660 جنيه. تعالوا بقى نشوف نقدر نحسب السبيكه ازاي. بناخد الرقم اللي انتوا شايفينه فوق ده اللي هو سعر عيار 24 في حاله السبيكه، ونجمع بلس المصنعيه. يعني مثلا احنا المصنعيه مثلا يعني 60 جنيه عندنا وهنشتري سبيكه 5 جرام، فبنجمع ال 3660 زائد ال 60 جنيه دون سعر 3720 جنيه. هنمسك ال 3720 جنيه نضربهم في عدد الجرامات اللي انا عايزاها اللي هي عيار 24، ف 3720 في 5 جرام ب 18600 جنيه. انا هدي التاجر اول عن اخر 18600 جنيه. التاجر بيتحرك في ايه بقى؟ في ال 60 جنيه. انا بقول مثلا يعني ال 60 جنيه دي ممكن تبقى 70، ممكن تبقى 50، على حسب انت بتشتري ايه. تعالوا نحسب السبيكه اللي فيها كسور. نفس الرقم اللي احنا جمعنا عليه المصنعيه اللي احنا افترضنا برده ان هي 60 جنيه ونضربهم في 31 و10 بالشكل اللي فوق ده، ويدينا الفلوس اللي هندفعها 115690 جنيه. دي الفلوس برضو اللي انا هديها للتاجر اول عن اخر لما اخد سبيكه 31 جرام و10 مللي. بتتكتب كده وبتتضرب في الرقم اللي احنا خلاص حسبناه بالمصنعيه، بيديك الفول اماونت اللي انت هتدفعيه للتاجر، وهيتكتب لك في الفاتوره بالتفصيل. كذلك الكوين لو احنا بنجيب جنيه او نص جنيه او ربع جنيه ده بيبقى عيار 21، بنعمل نفس اللي انا عملته ده. سعر العيار نضربه في المصنعيه ونضربه في عدد الجرامات اللي انا هشتريها. بس الحسبه بسيطه جدا والطريقه سهله على اي حد. ولو انت عندك لسه اسئله بخصوص الذهب اكتبها لي في الكومنتس، انا اسمي ساره هرجع ارد عليكي على طول.